منذ أيام كوفيد 19 أصبحت القنوات التونسية سوقا لبيع مساحيق التجميل، إذ أن كل ما نراه ليس برامج ذات قيمة فنية ومعرفية وذات محتوى هادف للمشاهد، بل أصبحت سوقا لبيع المكياج ومواد التجميل ووصفات لتفتيح الشفاه ووصفات لتطويل الشعر وتكبير الصدور والأرداف. ومع هذا الحال الكارثي للإعلام التونسي هذه الأيام، أصبح الإعلاميون يتحولون إلى مؤثرين في تيك توك وإنستغرام، لدرجة أن بعض المؤثرين في هاتين المنصتين انتحلوا صفة الصحفيين في بعض البرامج، حارمين أبناء معهد الصحافة وعلوم الإخبار من عملهم كسلطة رابعة. هؤلاء أشباه الإعلاميين لا يقدمون أي إضافة تذكر للمشاهد سوى الأجساد المصطنعة والإيحاءات الجنسية الرخيصة. صراحة كم هي مقرفة صورة المرأة في هذه الأيام في الإعلام التونسي، فهي لم تعد تعكس مدى تفوق المرأة التونسية في الميادين الثقافية والاقتصادية والعلمية، بل أصبحت أداة لترويج وعرض الأجساد المشدودة والمزيفة